ست الكل بيقول لك علشان تحمي بيتك من الحشرات لازم ترشي مره على الاقل كل 3 شهور رش وقائي علشان الحشرات ما تخشش بيتك ابدا. طب بس اسمعيني وركزي معايا يا ست الكل، الرش الوقائي داخل المنازل والبيوت ده كارثه صحيه حقيقيه بجد. المبيدات اللي موجوده في العالم كله يا ست الكل غير امنه على الكائنات الحيه. المبيدات يعني سموم، يعني وظيفتها تقتل الكائنات الحيه اللي من ضمنها الحشرات. بما ان المبيدات غير امنه فلازم نفكر في متبقيات المبيدات دي، وتعالي افهمك ايه المقصود بمتبقيات المبيدات. المبيدات لما بتترش بيبقى ليها بقايا سموم موجوده في كل مكان اترشت فيه، زي الاسطح والحيطان والارضيات والاساس وكل حاجه. السموم دي بقى ممكن تلمسيها انت او طفلك في اي وقت، ما هي موجوده معاكي في الشقه يا ست الكل. تخيلي ان انت ممكن حتى بعد الرش وانت فاكره ان المكان نظيف وما فيهوش سموم، وانت واقفه في مطبخك بتحضري الغداء لابو العيال، انت بتلوثي اكلك بمتبقيات المبيدات دي اللي انت رشيتيها بدعوى الوقايه. كمان يا ست الكل لازم تبقي فاهمه ان الحشره بتكتسب صفه المقاومه، يعني الحشرات اللي ما بتموتش وقت الرش، او انت لو رشيتي بدعوى ان انت بترشي للوقايه وجه بعديها حشرات والمتبقيات ما زالت موجوده، فوارد جدا الحشرات ما تموتش، بالعكس دي تاخد مناعه من المبيدات، وده هيكلفنا بعد كده فلوس اكتر وجهد اكبر علشان نقضي على الحشرات. يعني يا ست الكل باختصار شديد، الحل مش في الرش الوقائي ابدا، الحل في 3 عناصر رئيسيه فنيه وعلميه جدا ما بيقومش بيهم غير المتخصص الخبير. في حاله انك بتشتكي من حشره، الخبير لازم يكشف او يفحص، يعني من خلال الفحص بيقدر يحدد نوع الحشره ومصدرها ومكانها في شقتك فين بالظبط. الخبير الشاطر بجد بيقدر يستخدم حلول فعاله وامنه، ويوم ما بيستخدم مبيدات مش بيرش الشقه كلها. احنا مش بنرش الزراعيه ولا بنرش قدام البيت عشان الجو حر، الكلام ده كان زمان يا ست الكل. كمان الخبير بجد بيقدر يديكي نصائح وقائيه علميه وفنيه تحميكي وتحمي بيتك من خطر الحشرات. عشان كده انا مصطفى حماد جاي اقول لك مفيش في البيوت حاجه اسمها رش وقائي، ده خطر كبير جدا. انا عملت الفيديو ده علشان تواصل معايا ستات بيوت كتيره جدا للاسف الشديد سمعوا كلام عبقرينه وبيعملوا رش وقائي، وللاسف الموضوع وصل معاهم لمشاكل صحيه. فاتمنى الناس دي واللي زيهم يقولوا تجاربهم في الكومنتات علشان اللي لسه بيسمع كلام عبقرينه يلحق نفسه ويلحق صحته.